السلام عليكم، عاملين ايه يا اخواتي؟ جايب لكم في الفيديو ده اول نسخة ليا صافية، وان شاء الله هنزل كده كل فترة نسخة صافية للتعديل. اهم حاجة تصلي كده على النبي ونشوف النسخة. تمام، عندك هنا في النسخة واجهة عادية خالص، علشان انت طبعا تحط الواجهات بتاعتك براحتك زي ما انتوا بقى كنتوا بتعملوا في النسخ بتاعت قبل كده، بتحط الواجهات 8 واجهات. فعادي كمان هنا ضايف لك الستوري بره، بحيث ان انت تبقى سهل عليك ان انت تدخل كده من البروفايل على طول، تبقى سهلة معاك يعني. وعندك كمان في الشات انا كنت ضايف الالوان على حسب ما انت عايز بقى ذوقك. تختار اسود او اللون اللي يريحك هنا في التشنج كولر. مثلا عندك هنا في البلد مثلا ممكن هنا نختار الاخضر واللون ده مثلا. ده طبعا على حسب ذوقك. بس وده كويس جدا ان الناس تختار على حسب ما هم مريحينهم، يعني مش هتبقى حاجة اجبارية بس عليك، لا، او مثلا على الناس. تمام، عندك هنا برضو في الآلات اللانجوج او اللغات، وده طبعا يساعد على لو حد اجنبي بيستعمل النسخة بتاعتك، او انت مثلا او حد حابب اللغة التانية. عندك هنا في الستوري انا حاطط لك اللي هو الزرار بتاع الريكورد، مش حاطط اللي هو علامة القلم وعلامة الريكورد، لا انا مخليها لك دمجهم في بعض على طول، بحيث ان الزرارين بس هما اللي يكونوا باينين، الكاميرا وعلامة القلم او الميكروفون. تمام، عندك هنا البرايفسي، وعندنا طبعا انت تعرف يعني ايه برايفسي، اخفاء اخر ظهور وكده. عندك هنا في اول زرار انا ضيف لك فيه مغير لك فيه المسار بتاع البروفايل يدخلك على البروفايل على طول. وعندك هنا طبعا تغيير لون الشات. وعندك هنا في البوتون انا ضايف لك منع كراش كول وكراش كول. المفروض اللي انا ما كنتش اضيفهم، بس انا عرفتك الفيديو اللي فات يتضاف ازاي والمسار بتاع النسخة ايه. تمام، طبعا انت لو عايز تكمل بالمود ده كمل، تمام، لو عايز تغير المود عادي براحتك. عندك هنا الايمج هاي، يعني ارسال صورة بجودة عالية، وهنا عشان ترسل الفيديو اكتر من 100 ميجا والصوت كمان اكتر من 100 ميجا. تمام، عندك هنا في الكونفرزيشن طبعا فصل شتات والاضافة بتاعت اللي هو تثبيت اكتر من 3 شتات، وطبعا هنا الناس بتحبها. ما ضفتش اللي هو التحويل اكتر من عدد 3 شتات مثلا او 5 شتات. طبعا انت تضيفها. وعندك هنا الافكتات، آه يعني انا حبيت ان انا اضيفها علشان اسهل عليك شوية. طبعا دي هتكون في الاصدارات الجاية على طول اللي انا هنزلها لك يعني. تمام، عندك هنا زي ما انت شايف البيك اب. البيك اب هنا برضو ضفتهولك، والريستور برضو. عندك هنا برضو كرين كاش. المفروض ان انا هضيف لك كرين داتابيس، لا كرين داتابيس انت هتضيفها، انا هبقى انزل لك ليها كده فيديو ان شاء الله. عندك اقل من 10 اندرويد واكتر من 11 اندرويد. طيب، عندك هنا كمان السبسكرايب، وده هيدخلك على القناة بتاعتي على طول فيها شروحات، هي مفيش غير هي قناة واحدة بس. وفي كمان تليجرام انا حطيتها لك في زرار الابديت، بحيث ان التحديثات هتنزل على القناة وقناة التليجرام كمان، يعني مش بس اليوتيوب، لا. هنا الواتساب ابديت، زي ما انا قلت لك ان هيكون في قناة التليجرام، ودي اللي هتنزل عليها طبعا التحديثات هي وقناة اليوتيوب كمان، زي ما انا طبعا قلت في الاول. عندك هنا نسخة خالد هنا برضو بينزل مع نسخه. آه، فانت هيبقى عندك مصدرين للتعديل، يعني نسخي ونسخ خالد. تمام، عندك هنا في في علامة الشير، طبعا لو انت عايز مثلا تشير قناة النسخة، دي تبقى حاجة حلوة جدا انت بتقدمها لي. تمام، عندك هنا في لما تضغط كده على علامة الواتساب،
طبعا انا قافل الزرار، ودي حاجة جميلة جدا في الناس اللي بتحب تخفي الشتات وكده. فالزرار هنا ضيفهولك برضو. عندك هنا لو انت عامل اخفاء وباسورد وكده، فده هيساعدك. تمام، ندخل هنا على السيتنج. طبعا عندك كلمة باك اللي هي اللي بتظهر تحت دي، ندخل تاني ونرجع باك اللي بتظهر تحت. لو انت عايز تحط اسمك او مثلا فيرجن النسخة بتاعتك عادي. ندخل هنا نفترك هنا تجميع الآراء. طبعا هي مش موجودة هنا، موجودة في الرومات، مش هتبقى في الشتات. مثلا ندخل هنا، طبعا زي ما انا قلت لك اللون الاخضر ده على حسب ما انت وذوقك بقى. تمام، عندك هنا الكريات بول او تجميع الاراء. ترى مثلا نشوف لون الشتات. ثواني. طبعا عندك الجروب بيلم اكتر من 1025 شخص في الجروب الواحد. تمام، نختار مثلا اللون ده. طبعا عندك حرية الاختيار، يعني مش بس بارد، لا هوريك كمان دلوقتي. ده الشكل اللي انا اخترته، طبعا زي ما انت وذوقك. تعالى مثلا نشوف الكاستم كولر، يعني على حسب ما انت عايز بقى اللون ده. ندخل هنا على الكاستم، هتلاقي هنا الشفافية وكمان اللون اللي انت تحدده، يعني على حسب ذوقك. وممكن كمان في الاصدارات الجاية ممكن اضيفها لك، او انت بقى تضيفها، لان ده على حسب ما انت عايز تضيفها تضيفها، مش عايز براحتك. تمام، نختار مثلا اللون ده كده. ثواني نظبطها بس، نطلع بقى كده نجرب، هتلاقي ظبطت، بس على حسب ما انت وذوقك برضه. تمام، طبعا ده الكرياتبول زي ما انا قلت. وعندك هنا في الافكتات زي ما انا كنت ضايف، وطبعا دي هخليها في الاصدارات ثابتة دايما. طبعا بتدي يعني شكل جميل. وعندك هنا كمان في الايموشن زي ما انت عايز بقى تغير في الافكتات براحتك، في كذا افكت. عندك هنا برضو في الشاشة الرئيسية الافكتات برضو كلها شغالة. وطبعا مرضتش اضيف لك الافكتات بتاعت النسخة كلها علشان النسخة متتقلش معاك، فانا ضفت لك في الشاشة الرئيسية الشات او الجروب او الحالة او الكولات. وعندك هنا DND مود لان ناس كتير اوي بتسأل عنها. وعندك هنا في السيتنج ترى مثلا هنا على الاكونت مضيف لك برضه هنا كل حاجة. طبعا دي بتاعت الحاجات الرئيسية. نجرب هنا السيم اللي هو اللايت، وبرضه ده بشكل عادي، والدارك برضه بشكل عادي، بحيث ان انت تلعب بقى في الالوان براحتك. فانا مرضتش ان انا اغير لك حاجة. ندخل هنا مثلا، عندك هنا الكلام اتغير، لون الكلام يعني بقت اسود. فطبعا على حسب ذوقك ممكن تغير ممكن لأ، زي ما انت عايز. وبرضو تعالى اوريك مسار النسخة ماشي ازاي، يعني مش بس اشرحها لك في الفيديو كراش كول، لا اشرحها لك برضو هنا. ندخل هنا مثلا على MT، على النسخة بتاعتنا. فين النسخة؟ تمام، او انت ممكن تعملها اكستراكت على طول، فانا هنزلها لك بحزمة واتساب. فانت لو انت بقى عايز تعمل اسم الحزمة بتاعتك عادي باسمك، يعني عادي براحتك. تمام، هنا طبعا النسخة مش متشفرة ولا حتى متشفرة. التشفير الجديد اللي طلع بالايديهات ده، وده اصلا مش تشفير. ندخل هنا على الكم، بعد كده ندخل هنا على مثلا، لا صدقوا لنا، عندك هنا ملف البرايفسي. ده الملف اللي انت هتحط فيه المسودات زي النسخ اللي انت كنت بتحط فيها قبل كده. فانا حبيت ان انا اضيف الملف ده بحيث ان هو يسهل لك على المسارات بس.
وطبعا النسخ الجديدة اللي طلع بالايديهات دي مش تشفير، ده رجعلك نفس الاسامي الملفات بالاسامي الرئيسية بس. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.